كيما راكم تشوفوا هنا اخواتي عندي 3 حبات تاع الطرشي ولا الفلفل الحلو الخضار، عندي هنايا 2 حبات تاع الطماطم. انا الطماطم هنايا كنت قشرتها، يعني درت لها من فوق هكذا علامه الزائد وحطيتها في الماء سخون حوالي 3 دقائق وعاود قشرتها. نحتاج 3 سنينات تاع الثوم و3 حبات تاع بطاطا، 2 حبيبات تاع بصل وكميه من المعدنوس، واكيد كميه هنايا من الزيتون بعد ما قصيته ضوائر. اكيد كنت غليته شويه باش نحيلو الكميه تاع الملح الزايده. هنايا بالنسبه للاخوات المبتدئات البصل ديما خليولو هذيك العنكوره ديالو باش ما يعذبكمش في القصان ويقعد حاكم روحو وما يتفركلكمش. نقص هنايا المكونات تاعي كامل مكعبات. نكمل نقص الكميه تاعي تاع البصل. جبت هنايا صينيه انا دهنتها مليح بزيت الزيتون، وانتم تحبوا تحطوا لها الزيت النباتي ولا تقدروا حتى تدهنوها بشويه تاع الزبده. انا شخصيا نفضل دائما الوجبات تاعي تكون صحيه. حطيت شويه تاع زيت الزيتون وزيد قصيت هذيك البطاطا والطرشي والبصل كامل مكعبات صغار كما راكم تشوفوا. يعني حاولوا بطاطا ما تقشنوهاش بزاف باش طيب لكم. وبالنسبه للبطاطا هنايا اللي يحب ياكليها ياكليها، انا نفضلها تكون هكذا باش تجي اكثر صحيه. هي اكيد كي رايحه تكليها زيد لك في البنه من الناحيه الصحيه، يعني ما راحش تكون في المستوى. كما راكم تشوفوا هنايا نزيد نقص الكميه تاعي تاع الفلفل الخضر الحلو بهذه الطريقه، نلمو كامل مع بعضه باش نختصر عليه الجهد ونقصه كامل ونحطه هو خلاف في الصينيه. من بعد ما كملت الكميه تاعي كامل، هنايا عندي هادوك سنينات تاع الثوم نزيد نربيهم ونقص الكميه تاعي تاع معدنوس. هنايا حاولوا المعدنوس تقصوه شويه رقيق، خاصه يعني السيفان باش ما يجيش يعني العواد هادوك في الفم. وحطيت هنا الكميه تاع الزيتون، واكيد هنايا زدت لها علبه تاع الطون راح تمدلو الذوق ولا اروع. اللي محمي يحطش الطون يقدر يزيد يعني الدجاج مرحي، ولا تقدروا تزيدوا حتى لا فيونداشي. ونجيب هنايا حوالي كاس تاع الماء نحط فيها مغرف كبيره تاع الطماطم مصبره. كما راكم تشوفوا انا درت مغرف صغيره خلاص. بالنسبه للكميه تاع الطماطم كل وحده والذوق ديالها. اكيد نضيف عليها هنايا الكميه تاعي تاع التوابل. انا حطيت غير شويه تاع الفلفل الاحمر الحلو، وحطيت كميه تاع راس الحانوت كما راكم تشوفوا. واكيد ما نستوش الكميه تاع الملح. بالنسبه للملح حاولوا ما تكتروش بزاف اخواتي، لانه عندنا كميه لا باس بها تاع الزيتون، واكيد راح نحطوا لها الجبن المبشور من بعد من فوق هكذا باش ما تجيكمش الوصفه تاعكم مالحه بزاف، يعني تجي معتدله في الملوحه ديالها. كما راكم تشوفون نخلطوا هذيك الكميه تاعنا مليح مليح مع بعضها حتى هذيك الطوماطيش كامل تذوب في الماء، ونفرغ هذاك الكميه تاع السوائل على المكونات تاعي. هنايا الطوماطيش فيها الماء، وبصل خلاف فيه كمية من الماء، والطرشي كذلك. يعني حاولوا ما تضيفوش الماء بزاف لأنه الخضر كامل راح يستلق الماء. نخلط مليح المكونات مع بعضهم ونعاود نعدلهم في الصينية. نحاول نوزع الكمية تاع بطاطا تاعي بالتساوي كما راكم تلاحظوا، ونعدلها مليح بهذه الطريقة. ونجيب هنايا ورق الزبدة ونحاول نغطي المكونات تاعي كامل، نغطيهم بطريقة بحيث هذوك المكونات تاعي يفوروا مليح ويطيبوا لي. كما راكم تشوفوا حاولوا كامل تدخلوا هذاك ورق الزبدة على الحواف باش لافابور هذه كامل تقعد لداخل والخضر تاعكم طيب. ندخلها للفور حوالي 45 دقيقة. نكون سخنته مليح وعاود نقص له عفوا للنار ونخليها حتى طيب. وهذه هي الوصفة تاعنا كما راكم تشوفوهم من بعد ما خرجتها من الفور. واحد البنة يا البنات ولا اروع. نتمنى يعني تجربوها، وصفة سهلة وسريعة واقتصادية وصحية وبنينة وما شاء الله. كما راكم تشوفون هي بطاطا تاعي طابت، الزيتون طاب ما شاء الله، والكمية تاع السوائل تاعي كامل نشفت. هنايا راح نجيب الجبن المبشور. انا هنا استعملت الجبن الاحمر، يعني ربيته ونحاول نوزعه بالتساوي بهذه الطريقة. ونعاود ندخل الصينية تاعي للفور حوالي ثواني يذوب لي هذاك الجبن ونعاود نخرجها.
كيما راكم تلاحظوا هذه هي الوجبه تاعي من بعد ما دخلت هذاك الفرماج شويه الفور وعاودت جبدته. كيما راكم تشوفوا انا هنايا راح نزيد نرش عليه كميه من المعدنوس يعني للتزيين فقط بهذه الطريقه. يعني جات واحد البنه يا البنات ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. هذه هي اخواتي وصفتنا تاع اليوم، جات بنينه 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 بزاف وبنه ديالها ولا اروع. وكما سبق وذكرت يعني صحيه اقتصاديه سريعه وسهله. كما راكم تشوفوا هنايا الفرماج مع الخضار عطانا ذوق ولا اروع. وهنايا راح نقصها مربعات نجبد كميه منها. كما راكم تلاحظوا تشهي يا البنات. جات واحد البنه ما شاء الله تكوني يعني خلصت يعني كي خرجت بعدها من الفور خلصوها. هذه هي الوجبه تاعنا كما راكم تشوفوا. كامل الخضر طابولي يعني الطرشي الزيتون بطاطا كامل طابو ما شاء الله كما راكم تلاحظوا اخواتي. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاعنا تاع اليوم تعجبكم، ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتواصلوا معايا في التعليقات. انا هنا يعني دائما كما تعودتوا عليا نحاول تكون مصداقيه في الوصفات تاعي. راح يعني نجبد شويه باش نوريها لكم كيف جا القوام تاعها وكيف جا جات متماسكه وجات بنه ديالها ولا اروع. الى هنا اخواتي نتمنى ان شاء الله الوصفه تاعنا تاع اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتستبنوها كما استبنيناها احنا. صدقوني يا اخواتي يعني العائله تاعي عجبتهم ما شاء الله. وكما سبق وذكرت يعني من الفور كي خرجت بعدها من الفور خلصوها لي. الى هنا اخواتي ما بقى لي غير نقول لكم ما تنسونيش معكم بالدعاء. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.